ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل معانا شوية مخبوزات كده بمقادير بسيطة جدا من البيت. عبارة عن كوبايتين دقيق، يعني حاجات بسيطة. معلقة خميرة كبيرة، حاجات بسيطة نعمل منها شوية كحك في البيت. وكمان من غير لبن ومن غير اي حاجة. ب... لو عندك لبن قاطع ده هنستعمله. تعالوا مع بعض نشوف المقادير معانا ايه. اول حاجة معانا بيضة واحدة. بيضة واحدة معانا. في بيض يبقى فيه فانيليا. معانا هنا 2 كيس فانيليا. هنضرب. ومعانا كمان كوباية سكر. ممكن تقللي المقدار او تزودي زي ما تحب. السكر كان خشن شوية بس. لو يبقى ناعم أكتر شوية يبقى احسن. هنا يا جماعة، هنا انا بضرب فيه لغاية ما اللون ابيض اهو. بس لسه ما زال السكر خشن. انا ضفت معايا اللبن القاطع ده. معايا كوباية ونص. كوباية ونص من اللبن القاطع ده. نستعملوه في المخبوزات، ما نرموهوش. بصوا يا جماعة، هنا انا السكر كان خشن، ضربته في المضرب، في الكبة، عشان آه، يعني يدوب السكر. معانا هنا كوباية الا ربع زيت. ومعانا معلقة صغيرة خميرة فورية وذرة ملح. كده ضربنا كل المقدار مع بعض كويس جدا. هنضيف معانا هنا 2 كوباية دقيق. منخولين وهننخلهم تاني. يعني زيادة، لأن المخبوزات بتحب الدقيق يتنخل كتير. تمام يا حبايب. كده احنا هنطلع شوية مخبوزات بسيطة واحنا قاعدين في البيت. مكوناتنا في البيت، حاجتنا كلها في البيت، يعني مفيش بيت مفهوش زيت او سكر او بيضة واحدة. يعني مش هتكلفك كتير. هتبقى العملية اسهل من الكيكة اصلا. هنضربهم كده بالمضرب. انا حسيت انهم تقال شوية، يعني العجينة تقلت. هضيف عليهم نص كوباية لبن. بس ما تصورتش معايا، نضيف نص كوباية لبن لغاية ما تبقى العجينة معانا لينة. مش عايزينها تقيلة كده. بس كده حبايب، احنا خلينا العجينة اهي بقت ملسة وناعمة جدا. هنركنها لمدة نص ساعة. نحس انها طلعت لها فقاعات كده اهوت فوق العجينة. نعرف انها خلاص كده اختمرت. اليومين دول الجو صيف، فهتخمر معانا بسرعة. هنغطيها ونركنها. ونروح بقى ندور عليه، نشغل الفرن عشان نسخنها. ونجهز القوالب اللي هنحط فيها الكحك ده. بصي يا حبايبي، انا جبت عندي قوالب ألمونيا. حطيت فيها ورق زبدة. وحطيت العجينة، شوف العجينة سايلة ازاي. حطيت العجينة في اللي هو الحلواني، عشان تبقى اسهل من المعلقة، لان المعلقة بتبوظ الدنيا. بصوا كده، سهلة بقت معانا خالص. هنملى كل القوالب اللي معانا دي. احنا ملينا بصراحة 12 قالب. ملينا 12 قالب. يعني بحيث ان نساوي العجينة، ما نخليش قالب مليان وقالب ناقص ونص. كده سويناهم كلهم، واللي ناقص كملنا فيه. خلص الكيس. انا كملت حطيت في كوباية العجينة عشان تبقى اسهل. لاني انا مش بأيد بصراحة نتلافى العجين بالمعلقة. بايدي. كلنا بنستعمل ايدينا في المطبخ. عادي يا جماعة، عشان ننجز. بس يا حبايب، باقي حتة عجينة صغيرة كده. ضفت عليها معلقة كاكاو بحتة زبدة صغيرة. هي تقلت شوية، بس انا ما حبيتش اعك تاني ولا احط فيها لبن. ضفتهم كده على الوش. كده حطينا كل قالب حطينا فيها معلقة كاكاو. هو كان كاكاو خام يا جماعة، مش مسكر، عشان ما يبقاش زيادة. بس كده على الوش. وجبنا وخلصنا من كل المقدار. وجبنا شوية شوكولاتة شيبس. حطيناهم على الوش، وزعنا كده اللون عشان ما يبقاش متكتل في الوش. وادي حطيناها على الوش، وهندخلهم على الفرن. الفرن معانا سخنت على درجة حرارة 180. هنسيبهم لمدة تلت ساعة، مش هياخد كتير يا جماعة.
ونطلع ابيض احنا هنحطهم على الرف الوسطاني، نطلع ابيض هنشغل الشوايه لمده دقايق ونطلعه زي ما انتوا شايفين. حلو قوي قوي صراحه، طعمه خطير ويسد عن الكيك، كأنه كب كيك بالظبط يا جماعة. حلو وهش وطعمه مسكر وسهل جدا وفي كل بيت. يلا حبايبي، لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير، وتتابعوني في قناة سندريلا، مطبخ السندريلا سعاد.